السلام عليكم متابعينا الكرام، ورمضان كريم. في أماكن كتير ليها أسرارها وحكاياتها، لكن النهاردة معانا حكاية لمكان أغرب من الخيال، والمكان ده هو سجن قارة المخيف. معاكم محمد خليل من قناة سؤال لولبي. تعالوا نصلوا على النبي، كل حكاية وليها بداية، ما تيجي نشوف. السجون كانت من ضمن أولويات أنظمة الحكم المختلفة على مر العصور، وزي ما كانوا بيبنوا قصور ضخمة ومسارح وغيرها كتير، كانوا برضو بيبنوا سجون. بس سجن كارا ده غير أي سجن، اسمه سجن الهالكين أو سجن الأشباح، السجن اللي ملهوش أبواب. السجن ده كان مثال للطغيان والظلم، وكان معمول مخصوص للمعترضين على سياسة الحكم ونظامه. اتبنى السجن ده في القرن ال18 الميلادي في عهد السلطان الوالي إسماعيل، داخل القصبة الإسماعيلية بمدينة مكناس بالمغرب. مكناس واللي معناها المحارب، مدينة مغربية بتقع في الشمال على بعد حوالي 140 كيلومتر من مدينة الرباط، وبتنقسم لقسمين: المدينة القديمة والمدينة الحديثة، والجزئين فيهم أماكن تاريخية وأثرية كتير، وتعتبر وجهة للزوار والسياح، زي باب منصور، وده يعتبر خامس أكبر باب حجري في العالم، ومرابط الخيول وصهاريج الصواني وقصر المنصور وغيرها كتير، وطبعا من ضمنها سجننا المخيف. بيمتد سجن قارة لمساحات كبيرة وشاسعة تحت الأرض، ومن كتر ممراته ودهاليزه فهو عبارة عن متاهة معقدة ومتداخلة في بعضها، يعني متاهة ما بتنتهيش. وفي الوقت الحالي أغلب مساحاته مقفولة، وده بسبب فقدان عدد كبير من المغامرين والمستكشفين فيه. السجن ما كانش له أبواب، وكانت له فتحات في السقف كان بيتم إلقاء السجناء منها، وكذلك إمدادهم بالماء والطعام وغيرها. وبالرغم إنه سجن، بس كتير من الأساطير بتقول إنه مكان للجن والشياطين، وده بعد فقدان أثر 12 بعثة استكشافية أوروبية وأمريكية حاولوا يكتشفوا دهاليز ومتاهات السجن، ولكن محدش طلع منهم تاني. وبالرغم من انه اكتر السجون غرابة وإثارة للرعب، إلا انه بسبب القصص دي أصبح محل إثارة وجذب للسياح من جميع أنحاء العالم. دي كانت قصتنا النهاردة من أغرب أماكن موجودة على الأرض. لو عايزين قصص تانية تكون أغرب بكتير، ما تنسوش اللايك والشير والاشتراك في القناة، وإلى اللقاء مع حكاية جديدة.